بص كده على الفيديو ده. طبعا انت دلوقتي نفسك تجرب حاجه زي دي. استنى، انت فاكر ان انت لو حملت برنامج متكرك او لعبه متكركه يبقى انت كده ضحكت على الشركه؟ للاسف يا صاحبي الموضوع عكس كده خالص. تعالى بقى اشرح لك ازاي اصلا بيتم تكريك البرامج، وازاي المخترقين بيخلوا الالعاب والبرامج المدفوعه ببلاش ويعدوا نظام الحمايه والسريع. بص، اي برنامج مدفوع بيكون عليه حمايه تمنع تشغيله بدون تفعيل، زي السر الاصلي او حمايه الملفات التنفيذيه او نظام مكافحه القرصنه اللي هو DRM. المخترق بقى بيعدل ويغير في الحاجات ديت بحيث ان هو يقدر يعدي حمايه البرنامج. وهنا بقى المشكله، لان انت بتكون مفكر ان انت كسبت برنامج ببلاش، لكن في الحقيقه هم اللي كسبوا، لان كتير من الكراكات ديت بتكون فيها فيروسات خطيره زي الكيلوجرز والراتس والرانسام ويرز. لو عاوز تفهم اكتر عن الموضوع ده، في فيديو على قناتي بيشرح كل حاجه بالتفصيل عشان يكون عندك خلفيه قويه عن المجال ده وما تجحش في فخ المبتدئين. الفيديو عباره عن 7 دقايق بيشرح فيهم كل اللي محتاج تعرفه عن الموضوع ده. مستنيك هناك، سلام.